استخدمت ماي فونديشن اللي استخدمته امبارح، الغامق والفاتح، رقم 3 ورقم 1. رقم 1 حطيته بالأماكن اللي بدي أظهرها، والغامق بالأماكن اللي بدي أخفيها. هلا أنا امبارح مثل ما بتعرفوا إنه ما مسحت ميك اب عيوني، لأن طريقة تركيب الرموش عندي بتاخد وقت. هلا هي ما بتاخد وقت، بس عجبوني يعني، وبيقدروا إنه يكملوا. بعتقد إنه بين عليكم الأماكن اللي غمقت فيها والأماكن اللي فتحت فيها. هيدا الغامق. والفاتح اللي تحت العين راح ادمجه بهيدا الاصبع، لانه هيدا الاصبع ما بعرف اذا يمكن ما فيه مسام او خفيف، ما بعرف يعني. حطيت الغامق على خشمي از كونتورينج يعني. كمان انا ما كتير بتقل فونديشن، لان الحمد لله بشرتي ما فيها. حطيت الفاتح فوق عيني هون، لانه ما بدي احط لون. ورموش بعدهم من امبارح. حطيت الباودر اللي هي كمان مثل ما قلت لكم لازم يكون عندنا وحده فاتحه ووحده غامقه. الفاتح بنحطه تحت العين بهالطريقه، ما بنفك مسح. بلاشر بهالطريقة على عظمة الخد هون، طيعتي رفعت الخد. هلا فوق هيدا اللاين اللي هو حطيناه على برونز، رح احط لون بيش او وردي على الخد ليصيروا خدودنا خدود الشعر. عم علم منخاري، خدي زوم على المنخار بليز، مخرجنا. بدي اشكر الدكتور اللي عمل لي منخاري، صراحة بيستاهل دعاية، رح احط له دعاية. صراحة الدكتور كتير طيب وحب، بس ما بعرف ليش وجهك نحس. صراحة دكتور نادر وجهك نحس، راحت الكهرباء. معقول شو حلوة غنية كل شوكولاتة اللي بتغنيها حبوبة، كتير تعرفت عليها. نسيت شو اسمها، لول العشية. هلا تحت البيج حارجع احط اللون الازرق اللي حطيته امبارح، لانه كتير عجبني وكتير طلع حلو بالصور. حطيت اسود تحت العين وعم مكسه. والعين التانية نفس الشيء. قلت لكم عين بتحمل انه حط فيها قد ما بدي تحت، وعلى هيك. وبعدنا عم بدمج. عندي هاي الريشة كتير بحبها لانه بتنظف بنفس الوقت. اذا لاحظتوا اليوم ما حطيت ايلاينر، بدي يكون الميك اب فلو يعني هيك، عرفتوا؟ فبالقلم الاسود بدي احط شوي هون وشوي هون، وهلا بخلطن. هي لحظة نسيت الريشة. المهم هيدا الاسود رح خلي هون هيدا اللون فاتح، بس هون رح اعمل مثل العين التانية نفس الشي. كمان انا بخلص عين عين يعني، هون وهون بشتغل، مش بخلص وحدة بروح على التاني. هلا اخذنا اللون بتتذكروه تبع امبارح اللي قلت لكم فيه جليتر موزوز، نفس اللون اخذته عم بحطه هون وححط هون. بعرف اليوم عبالي اعمل هيدا الميك اب. رح احط اسود هون، قلم بقلب عيني فوق كمان. حبيت اليوم اني ارسم ايلاينر بس بالقلم، حاسكي ان شاء الله خربتولنا الفيديو. عمر حبيبي زيح. اذا بتلاحظوا عملت الخط يعني لتحت، ما رفعت عيني هيك بالايلاينر، عملته ستريت او لتحت شوي.
امبارح حدا سألني هيفا ما شفناكي علمتي حواجبك. حبيبي انا ما بعلمهم، هيدا كله شعر. بس عبير حطت لي كم شعره هون بالتاتو 6 دي. هلا رح اجيب هيدا الشي. العين التانية نفس الشي. مسكرة ناشفة. ناشفة يعني بعلم فيها حواجبي. هيك مشطن سبايكي. خلاص عمر مشط حواجبي مثل ما انتم شايفين. عواصف برا. شوفوا كيف صاروا حواجبي. يا هيدي 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 لاكوست بتاعها. احط ماسكارا. الرموش صاروا من امبارح اكيد، وبعدهم ما تحركوا. رح احط الاضاءة. حطيت لايتنينج على منخاري وهون وهون شوي. حبيت اللايتنينج رح احط منه هون شوي. كتير حلو. انا ما بحط لبستك، بحط هيدا القلم على كل شفتي. ونفس ما شفتوا حطيت شوية باودر. تبين لي اني لازم احط ستريت لاين هون فوق الحواجب، مش اي لاينر، ستريت لاين بالاي لاينر. بس ما راح مده لورا لانه ديجا انا اسفة قلت فوق الحواجب، هو قصدي فوق الرموش يعني. شفتوا كيف عم بعبي هيدا الفراغ. هيدا الفاينل ريزلت للميك اب. شوفوا كيف صارت هيفا. ميرسي. يلا هيفا هيفا نقل يا غزالي. هدول العدسات النيو كولكشن يلي حاليا هلا موجودين 2017. شوفوا قد ايه رقاق. وعلا خليك شوي. شو حلو. وهيك هيدا الميك اب.